حبايب فاطمة، الوجبة الاقتصادية أكلة حلوة بأقل تكلفة. الفيديو ده مش صدفة، يمكن ربنا بعتهولك علشان تفهمي إن الأكلة الحلوة مش لازم تبقى غالية، وإن الست الشاطرة تقدر تعمل سفرة تفرح أهل بيتها وتشبعهم وتوفر كمان. بص يا ست الكل، الأكل هو أكتر حاجة بنصرف عليها فلوس كتير من مصروف البيت. كل يوم طلبات، العيال عايزة تاكل، تفطر، تتغدى، تتعشى، عايزين حاجة حلوة. ساعات بنحس ان الفلوس كلها رايحة على الأكل والشرب، بس الحقيقة ان الموضوع مش محتاج ميزانية كبيرة قد ما هو محتاج تفكير وتنظيم وتدبير في الصرف، وتبقى عارفة كل قرش بتصرفيه ازاي وبيروح فين وبيتحط في المكان المناسب. خلينا أقولك شوية أفكار للوجبات الاقتصادية. خلي يوم عندك يوم نباتي، اعملي فيه من غير لحمة خضار، وكده مش هتبقى سفرتك فقيرة. بالعكس، في أكلات مصرية كتير اقتصادية زي الكشري، العدس، الفول، المكرونة، بطاطس مقلية وبطاطس مهروسة، بيض، شكشوكة، عجة، حاجات كتير وتشبع مسقعة. دي تكلفتها إن شاء الله تقدري عليها. واستغل البواقي، ما تستهونيش ببواقي الأكل. شوية شعرية فاضلين من امبارح تقدري تعملي عليهم شوية رز، أو تحطيهم مع شوية خضار وتعملي أكلة جديدة. نص فرخة فاضلة عندك قطعيها وحطيها في صينية مكرونة بالبشاميل، أو اعمليها كفتة فراخ ودخليها في أي وجبة. الطبخ بالكميات، جربي تعملي أكلة تكفي يومين، زي طبيخ يكفي يومين أو صينية خضار تكفي يومين. ده هتوفر في وقتك وتوفر في مجهودك وتوفر في مصاريفك، لأنك هتقدري تسيطري على المصاريف. مش كل يوم هتشتري وكل يوم هتطبخي وكل يوم هتقفي. لما تطبخي كل يومين هتطبخي 3 أيام في الأسبوع، فهتوفري في المصاريف. البدائل الذكية، الجبنة الغالية تقدري تعوضيها بأنواع بسيطة. بدل ما تجيبي الجبنة غالية هاتي الجبنة القريش، حط لها شوية فلفل، اعملها بطماطم. في حاجات كتير قوي للجبنة القريش وبقولك عليها بعدين لما تبقي تتابعيني. في بدايل اللحمة الغالية، ممكن تجيبي بانيه أو صدور فراخ وتقطعيها وتدخليها في أكلات كتير، وهنعرفها مع بعض بعدين في الحلقات الجاية إن شاء الله، لأن احنا عاملين سلسلة للتوفير وسلسلة للوجبات. وبدل الحلويات الجاهزة اللي فيها مواد حافظة وبتأثر على صحة أولادنا ومش عارفين معمولة ازاي، بيض ممشش، بيض فاسد، احنا عارفين أصلا بره ما بيبقاش فيه نظافة زي البيت. لما تعملي صينية كيكة أو صينية بسبوسة، ولادك هياكلوا كده ما حرمتهمش من أي حاجة. ولو في نفسهم حاجة حلوة أديك رديتيهم وجبرت بخاطرهم وعملت لهم حاجة من صنع إيدك. هقولك على سر صغير، الوجبة الحلوة مش في تمنها، الوجبة الحلوة في ايد الست اللي بتعملها بحب. يعني الولاد جوه البيت مش هيفرق معاهم اللحمة ولا الفراخ، اللي هيفرق معاهم انهم لقوا سفرة مليانة وريحة اكل جميلة بتلم العيلة حوالين بعضيها. افتكر يا ست الكل، السفرة الغالية مش دليل على الستر، اللي يستر هو التدبير والبركة. والست العاقلة اللي بتعرف تدبر وتوفر وتجدد بأقل حاجة، دي هي بتخلي بيتها في نعمة وفرحة. وفي الآخر أحب أقولك، التوفير مش معناها ناكل أقل، التوفير معناه ناكل أحسن وبعقل وجبات صحية. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك والشرك في قناتي مطبخ وحكايات فاطمة، واستنيني في الحلقة الجاية من سلسلة وفري وعيشي مرتاحة، واللي هنتكلم فيها عن ازاي تجيبي لنفسك كل حاجة نفسك فيها من غير ما تديني ولا تسلفي. وصلي على الحبيب قلبك كتير.